ما ينفعش تحقق كل أهدافك في الحياة. أيوة، اللي انت سمعته ده صح. من مبادئ السعادة، وعشان توصل للسعادة وتفضل السعادة مستمرة معاك، ما ينفعش كل أهدافك اللي انت بتتمناها في الحياة تتحقق. ليه؟ تخيل معايا ان انت حققت كل حاجة انت بتطلبها من الحياة، كل حاجة اتحققت، بقيت غني، بقى متزوج، معاك أولاد، كل حاجة اتحققت. ايه الهدف اللي انت هتفضل تسعى وراه في الحياة عشان تحس بالسعادة لما توصل له؟ لازم يكون عندك هدف في حياتك بتجري وراه باستمرار عشان السعادة تستمر معاك في الحياة. لذلك بنسمع كتير قوي عن ناس أغنياء وعندهم كل حاجة متوفرة في حياتهم ومع ذلك انتحروا. ليه؟ لأنه مل من الحياة، وصل لكل حاجة هو عاوزها وللأسف محطش لنفسه هدف وغاية تانية يسعى وراها. هل الكلام ده معناه انه انت لو وصلت لكل حاجة في حياتك هتنتحر؟ اكيد لا طبعا، لان انت راجل مؤمن وموحد بالله وعارف ان الانتحار ده شيء محرم. لذلك كل ما تحس في الحياة ان انت وصلت، ان انت حققت كل اهدافك او هتحقق كل اهدافك وتخلص، لازم تحط هدف جديد تسعى وراه.